ال 14 برو ماكس ولا ال 14 بلس؟ بالنسبة للشاشة، في شاشة الموبايلين تقريبا واحدة. أنا عندي وجهة نظر، وهي إن ال 14 بلس أفضل من ال 14 برو ماكس، وهثبت الكلام ده في الفيديو. مبدئيا كده، في حتة التصميم فالموبايلين شبه بعض، هو بس الاختلاف ان ال 14 برو ماكس جايب 3 كاميرات وال 14 بلس جايب كاميرتين. بس فكرة التصميم واحدة في الموبايلين. في برضه حاجة انت لازم تعرفها، وهي ان سعر ال 14 برو ماكس بيبدأ من $1100، وسعر ال 14 بلس بيبدأ من $900. فهل في حاجة مميزة موجودة في ال 14 برو ماكس تستحق ان انت تدفع $200 زيادة؟ في حتة التصميم الأمامي ففي هنا كلام كتير. ال 14 برو ماكس جاي بشرطة فوق كده في الشاشة، وال 14 بلس جاي بالنوتش القديمة المعروفة بتاعت شركة أبل. بس بصراحة يعني من وجهة نظري أنا شايف إن الشرطة واخدة نفس حجم النوتش. وعلى فكرة حواف الموبايلين زي بعض بالظبط، الحواف السفلية زي بعض، والحواف حتى اللي في ريح النوتش وفي ريح الشرطة الموبايلين زي بعض بالظبط. هيجي بقى واحد يقول لي طب ما شركة أبل حاطة أنيميشنز في الشرطة دي. فبصراحة يعني من وجهة نظري أنا شايف إن كل الحاجات دي ملهاش أيوتها لازمة. بالنسبة للشاشة، شاشة الموبايلين واحدة. شاشة الموبايلين جاية بنفس الحجم 6.7 إنش، وجاية من نفس النوع، وهي شاشة من نوع أوليد. فأنت هتاخد نفس التجربة كشاشة في الموبايلين، نفس تجربة الفرجة على فيديوهات، نفس الألوان، نفس كل حاجة. فأنا لحد دلوقتي مش شايف أيوتها تفوق لل 14 برو ماكس أو حاجة تستاهل إنك تدفع $200 زيادة. معالج ال 14 برو ماكس وهو ال A16 بايونيك، ومعالج ال 14 بلس وهو ال A15 بايونيك. على الورق ال A16 بايونيك أفضل، وحتى على أنتوتو بنش مارك ال A16 عاطي أرقام أفضل. بس بصراحة يعني لو انت حطيت الموبايلين جنب بعض وقعدت تتصفح في الموبايلين مش هتحس باختلاف. لكن بقى عشان تحس باختلاف لازم تجيب لعبة تقيلة وتفتح اللعبة دي في الموبايلين في نفس الوقت. خلونا مثلا كده نجرب لعبة زي لعبة ماينكرافت. اظن واضح قوي يعني ان التفوق رايح لل 14 برو ماكس، وده شيء طبيعي لان المعالج بتاعه اقوى. هنجرب برضو تجربة تانية، وهي ان احنا هنجيب الفيديو ده برضو يكون تقيل، وهنحطه في برنامج مونتاج في الموبايلين، وهنعمل ريندر للفيديو ده في نفس الوقت في الموبايلين، ونشوف مين اللي هيعمل ريندر للفيديو ده اسرع. زي ما انتوا كده شايفين فرق ثانية ما بين الموبايلين، يعني الموضوع بصراحة يعني مش مستاهل. فمن وجهة نظري يعني أنا مش شايف الاختلاف الكبير جدا ما بين الموبايلين لحد دلوقتي، حتى في حتة الأداء. ال 14 بلس جايب كاميرتين، وال 14 برو ماكس جايب 3 كاميرات. دلوقتي هعرض لكم الصور دي طالعة من كاميرا الموبايلين في نفس الوقت، وانتوا تحكموا وتقولوا مين أفضل تحت في الكومنتات. ال 14 بلس بطاريته كأرقام أفضل ب 2 ملي أمبير. ال 14 بلس جايب بطارية ساعتها 4325 ملي أمبير، وال 14 برو ماكس جايب بطارية ساعتها 4323 ملي أمبير. بس بصراحة يعني بعيدا عن أي حاجة، البطارية بتاعت الموبايلين كويسة، وتقريبا الموبايلين زي بعض في حتة البطارية. بس يا سيدي دي وجهة نظري، أنا شايف إن ال 14 بلس أفضل، لأنه طبعا سعره أرخص وهيديك نفس اللي هيديهولك ال 14 برو ماكس. وأتمنى برضه لو أنت عندك وجهة نظر يعني مختلفة تقولها لي تحت في الكومنتات، وأنا برضه هرد عليك ونتناقش وبتاع، والناس تخش تتناقش معانا يعني. وبس يعني أتمنى لك يوم سعيد.